بسم الله الرحمن الرحيم. امتحان الجبر حافظ بن سيف. الأولانية بتقول لي درجة المقدار الجبري 4 س تكعيب زائد س تربيع زائد 2 س. طبعا درجة المقدار هي أعلى أس في المقدار، يبقى دي الدرجة الثالثة، يبقى نمرة 1 إجابتها الدرجة الثالثة. نمرة 2، أي العلاقات الآتية تمثل تغيرا عكسيا بين المتغيرين س وص؟ طبعا العلاقة اللي تمثل تغيرا عكسيا هي اللي فيها حاصل ضرب المقدارين يساوي مقدار ثابت، يبقى هي ألف اللي هي س ص تساوي 7. نمرة 3 يقول لي من مقاييس التشتت، طبعا لا الوسط ولا المنوال ولا الوسيط، إن هو المدى، يبقى المدى ده من مقاييس التشتت. نمرة 4 يقول لي إذا كان س تساوي مجموعة س تساوي 4 و5، فإن ن س تربيع أو ن س 2 تساوي، طبعا دول عنصرين يبقى حاصل ضربها في نفسها، يبقى 2 في 2 هتساوي 4، يبقى 4 إجابتها 4. نمرة 5 إذا كان 2 أس س يساوي 8، يبقى 2 أس س هتساوي 2 أس 3، يبقى على طول طالما الأس بيساوي الأس والأساس بيساوي الأساس يبقى السين تساوي 3، يبقى الاختيار بتاعها 3. نمرة 5. نمرة 6 يقول لي إذا كان س تساوي 1 و2 وص تساوي 3 و4 فإن 3 و4 ينتمي إلى، هل ينتمي إلى س في ص ولا ص في س ولا س تربيع ولا ص تربيع؟ طبعا ينتمي إلى ص تربيع، لأن الناتج ده مش هينتج إلا عن حاصل ضرب المجموعة ص في نفسها. نمرة 7 إذا كان 8 ألف يساوي 2 ب، فإن ألف على ب 8 ألف يساوي 2 ب، يبقى إذن 8 على 2 هتساوي ب على ألف، يبقى إذن 4 هتساوي ب على ألف، يبقى اقلب ألف على ب هتساوي ربع، يبقى إجابتها ربع. نمرة 8 إذا كان د س تساوي س تكعيب زائد 1، فإن د 1 زائد د سالب 1 يساوي، طبعا هنعوض عن السين مرة ب1 ومرة بسالب 1. لو قلنا د 1 هتساوي 1 تكعيب زائد 1 يساوي 1 زائد 1 يساوي 2. طيب د سالب 1 يبقى سالب 1 تكعيب زائد 1، طبعا سالب 1 تكعيب يديني سالب 1 زائد 1 يبقى يديني 0. لما نجمع د 1 زائد د سالب 1 هيساوي 2 زائد 0 يساوي 2، يبقى الإجابة 2. نمرة 9 الأخيرة بيقول لي إذا كان د س يساوي 2 س زائد ج، وكان د 1 يساوي 7، فإن ج تساوي، طبعا هعوض عن د س ب7 يبقى أقول له 7 هتساوي، أعوض عن السين ب1 يبقى 2 في 1 زائد ج، يعني 7 بتساوي 2 زائد ج، يبقى ج على طول هتساوي يبقى ج هتساوي 5. يقول لي إذا كانت س تساوي كذا وص تساوي كذا، وكانت عين علاقة من س إلى ص حيث أ ب تعني أ زائد ب يساوي 7، لكل أ تنتمي إلى س ب تنتمي إلى ص، اكتب بيان العلاقة مثلها بمخطط سهمي، هل عين دالة أم لا؟ طبعا بعمل المخطط السهمي دي نمرة 10 اهي، مخطط السهمي اهو، بكتب فيه السين، واحد تاني بكتب فيه الصاد، ادي السين 1 و3 و5، وادي الصاد 1 2 3 4 5 6. طيب بيقول لي أ ع ب تعني أ زائد ب يساوي 7، يعني كل ما أجمع عنصر من س على عنصر من ص يديني 7 أوصله ب، يبقى 1 وال6، طيب يبقى 3 وال4، يبقى 5 وال2، كل ده هيديني 7. يبقى بيان العلاقة يساوي، أفتح قوس مجموعة كده واكتب الأزواج المرتبة اللي أنا وصلتها ببعضيها، يبقى 1 و6 و
3 و4 و5 و2. طيب بيقول لي هل عين دالة ولماذا؟ نعم. أقول نعم العلاقة دالة. لماذا؟ أقول لأن كل عنصر من س خرج منه سهم واحد فقط إلى عنصر من ص. كده خلاص. نمرة 11 بيقول لي إذا كان س على 2 يساوي ص على 3 يساوي ع على 4 يساوي 3 س زائد 2 ص ناقص ع على ك، أوجد قيمة ك. أقول له هنا الحل على طول أهو. أقول له س هتساوي 2 م، ص هتساوي 3 م، ع هتساوي 4 م. طيب يبقى هعوض في الطرف الأيسر عن قيمة السين والصاد والعين. أقول بالتعويض في الطرف الأيسر. يقول لي 3 س يبقى 3 في 2 م زائد 2 ص يبقى 2 في 3 م ناقص ع يعني ناقص 4 م على ك. كل ده بيساوي م يعني مقدار ثابت. يبقى 6 م زائد 6 م ناقص 4 م على ك يساوي م. يبقى 12 م ناقص 4 م على ك هيساوي م. يبقى 8 م هتساوي ك في م. طير الميم مع الميم يبقى ك هتساوي على طول كام؟ 8. نيجي نمرة 12 بيقول لي ص تتناسب طرديا مع س تربيع أو تتغير طرديا مع س تربيع، وكانت ص تساوي 36 عندما س تساوي 3. أوجد العلاقة بين ص وس. يبقى هقول له بما أن ص تتغير مع س تربيع إذن ص تساوي م س تربيع. طيب وبالتعويض عن قيم س وص يبقى إذن 36 هتساوي م في س تربيع اللي هي بكام؟ في 3 تربيع. يبقى أساسا 36 هتساوي م في 9. إذن م هتساوي 4. طيب يبقى العلاقة هي ص تساوي 4 س تربيع. دي العلاقة. يقول لي ثم أوجد قيمة ص عندما س تساوي 2. قيمة ص عندما س تساوي 2 أعوض في العلاقة اللي أنا جبتها دي. يبقى ص هتساوي 4 في 2 تربيع. يبقى 4 في 4 هتساوي 16. دي رقم كام؟ 12. نمرة 13 أوجد العدد الذي إذا طرح من مقدم النسبة 15 إلى 13 وأضيف إلى تاليها فإنها تصبح 3 إلى 4. أقول له نفرض أن العدد هو س. هو بيقول لي إذا طرح من المقدم النسبة أصلا كام؟ 15 على 13. هطرح من مقدم النسبة يبقى أقول 15 ناقص س وهضيفه إلى التالي يبقى 13 زائد س. الكلام ده بيساوي كام؟ هتصبح النسبة 3 إلى 4. وبعدين أو يساوي الطرفين، حاصل ضرب الطرفين يساوي حاصل ضرب الوسطين. يبقى 4 في 15 ناقص س هيساوي 3 في 13 زائد س. 4 في 15 ب60
ناقص 4 س يساوي 3 في 13 ب39 زائد 3 س. طبعا أخلي السينات في طرف والأعداد في طرف، يبقى أنا عندي 60 ناقص 39 هتساوي 3 س زائد 4 س، يبقى 21 هيساوي 7 س، يبقى س يساوي 3، يبقى العدد ده هو 3. نمرة 14 يقول لي أوجد الوسط الحسابي والانحراف المعياري هذه نمرة 14 اهي للقيم اللي عطاها لي دي. طبعا أقول في الأول الخطوة الأولانية أقول الوسط الحسابي يساوي 12 زائد 13 زائد 16 زائد 18 زائد 21 على 5 عشان دول 5 قيم، يبقى 12 و13 ادي 25 وادي 34 21 55، يبقى 25 و55 يساوي 80 على 5، يبقى الوسط الحسابي هيساوي كام؟ 16. وأجي أسطر جدول كده أكتب في العمود الأول القيم اللي هي س، العمود الثاني س شرطة اللي هو الوسط الحسابي، العمود الثالث س ناقص س شرطة، العمود الرابع س ناقص س شرطة الكل تربيع. نكتب القيم آدي 12 13 16 18 21. س شرطة طبعا ثابت في كل مرة 16 16 16 16. طيب وبعدين أطرح أقول 12 ناقص 16 هيديني سالب 4 سالب 4 الكل تربيع يديني 16. 13 ناقص 16 سالب 3 سالب 3 تربيع تديني 9. 16 ناقص 16 يديني 0 وبالتالي التربيع هيديني برضو 0. 18 ناقص 16 يساوي 2 تربيع تديني 4. 21 ناقص 16 هيديني 5 تربيع هتساوي 25. أجي أجمع أدي 16 و9 25 ودي 25 يبقى 50 و4 54. أقول الانحراف المعياري يساوي الجذر التربيعي لما أجي س ناقص س شرط الكل تربيع على ن يساوي الجذر التربيعي 54 على 5 يساوي جذر 10.8 اللي هو تقريبا 3.3. يقول لي إذا كانت ب وسط متناسب بين أ وج اثبت أن أ زائد 2 ب على ب زائد 2 ج يساوي أ ناقص ب على ب ناقص ج. طبعا أ وسط متناسب أقول له بما أن ب وسط متناسب بين أ وج يبقى إذن أ على ب تساوي ب على ج تساوي م، يبقى أ هتساوي ب م وب هتساوي ج م، يبقى أ هتساوي ج م تربيع وب هتساوي ج م بس. دول اللي أنا هعوض بيهم في الطرف الأيمن والأيسر عشان أثبت المتساوي. أقول بالتعويض في الطرف الأيمن تعال نعوض كده، يبقى أ بكام؟ ج م تربيع زائد 2 ب يعني 2 ج م على ب اللي هي بج م بس زائد 2 ج زي ما هي. أقول يساوي، طبعا هنا هاخد
جيم ميم مشترك، يبقى جيم ميم، جيم ميم تربيع على جيم ميم هيتفضل ميم واحدة بس، واتنين جيم ميم على جيم ميم هتتفضل اتنين. على هنا هاخد الجيم بس، جيم ميم على جيم هتتفضل ميم، واتنين جيم على جيم هتتفضل اتنين بس. وبعدين أقول ميم زائد اتنين تروح مع ميم زائد اتنين، والجيم تروح مع الجيم، يبقى المقدار كله هيصفي لي على كام؟ على ميم. أجي أقول الطرف الأيسر. الطرف الأيسر عندي بيقول لي ألف ناقص ب على ب ناقص ج تساوي، نعوض برضو الألف بجيم ميم تربيع ناقص ب اللي هي جيم ميم بس على ب اللي هي جيم ميم ناقص ج يساوي، أخد جيم ميم مشترك هتبقى دي ميم ناقص واحد، وتحت هاخد جيم مشترك هتبقى برضو ميم ناقص واحد، يبقى الميم ناقص واحد تروح مع الميم ناقص واحد، والجيم تروح مع الجيم، يبقى يساوي برضو ميم. أقول له بما أن، أو أقول له إذن على طول الطرفان متساويان، وكده خلاص. في قيم س، أدي س، وهنا د س اللي هي بتساوي 3 ناقص س تربيع، وهنا هحط الزوج المرتب اللي هو عبارة عن س ود س. قيم س عندي هو بيقول لي خد الفترة دي اللي هي سالب 2 وبعدين سالب 1 وبعدين 0 وبعدين 1 بعدين 2. د س يبقى د سالب 2 تساوي 3 ناقص سالب 2 تربيع، يعني 3 ناقص 4 يعني تساوي سالب 1. يبقى الزوج المرتب سالب 2 وسالب 1. سالب 1 يبقى د سالب 1 تساوي 3 ناقص سالب 1 تربيع، يعني 3 ناقص 1 يديني 2. يبقى الزوج المرتب سالب 1 و2. 0 يبقى د 0 أو نقسم بصفر، يبقى 3 ناقص 0 يساوي 3، يبقى 0 و3. د 1 تساوي 3 ناقص 1 الكل تربيع يعني ب2، يبقى 1 و2. د 2 تساوي 3 ناقص 2 تربيع، 3 ناقص 4 يساوي برضو سالب 1، يبقى 2 وسالب 1. بعد كده أجي أعمل شبكة تربيعية أفقي اللي هو س الموجبة س السالبة صاد الموجبة صاد السالبة، وبعدين بعملها على الخطوط بالظبط، وأحط كل رقم على خط علشان محطش أرقام بين السطور. يبقى هنا 1، يبقى هنا 2، يبقى هنا 3، 4، سالب 1، سالب 2، سالب 3، سالب 4، هنا برضو سالب 1، سالب 2، سالب 3، سالب 4، هنا 1، 2، 3، 4. وأجي أنزل الأزواج المرتبة على الشبكة. أول زوج اللي هو سالب 2 وسالب 1، يبقى كده سالب 2، وأنزل لتحت سالب 1، يبقى النقطة بتاعته هنا سالب 1 و2، سالب 1 و2 يبقى هنا. طيب وبعدين 0 و3، 0 و3 يبقى هنا، بعدين 1 و2، 1 و2 هنا تمام، و2 وسالب 1 وأدي 2 وسالب 1 يعني هنا. وبعدين أرسم المنحنى بإيدي أهو، أدي المنحنى. بيقولوا من الرسم أوجد أحداث رأس المنحنى. أحداث رأس المنحنى زي ما انتم شايفين على الرسم أهو، أقول له أحداث رأس المنحنى يساوي 0 و3، النقطة 0 و3. القيمة العظمى أو الصغرى للدالة
القيمة العظمى يعني أكبر قيمة وصلت لها الدالة، أقول له القيمة العظمى للدالة هي 3. أقول له تيجي إمتى دي؟ عندما س تساوي 0. طيب القيمة الصغرى، أصغر قيمة للدالة كام؟ -1، هي -1. طيب عندما س تساوي -1 جت امتى؟ لما س بقت ب2 أو 2. طيب ايه تاني؟ معادلة محور التماثل. معادلة محور التماثل، طبعا انتوا شايفين المنحنى متماثل بالنسبة لمحور الصادات، يبقى أقول له س تساوي 0. وكده خلصنا امتحان.